السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معلش صوتي تعبان شويه. لو عندك شويه دقيق وشويه ميه تعالي نعمل البسكوت الجميل ده، ولا بقى نشتري من بره، معرفش الباكو بقى بكام في السوبر ماركت ولا الكلام ده كله. تعالي نعمل احلى بسكوت اطفال في 3 دقايق بشويه ميه وشويه دقيق. ايه رايك؟ الدنيا عماله تغلى، واحنا كل ما حاجه تغلى نحاول نعملها في البيت من غير اي تكاليف. شايفه البسكوت؟ شايفه السوا؟ حاجة روعة روعة روعة، وكمية بسم الله ما شاء الله حلوة، ومن غير أي تكاليف، من غير أي مجهود، في 3 دقايق هتعمليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بسكوت بسم الله ما شاء الله، مقرمش وتحفة تحفة تحفة. اللهم صل على النبي. وطعمه في منتهى الجمال وريحته حلوة، يعني ما تتردديش، يلا قومي جربيه. هما شوية دقيق وشوية مية وحاجات كلها من البيت، بسيطة جدا، ولا بقى زبدة ولا أي حاجة، ولا بيض ولا أي حاجة. أنا حطيت هنا اهوت نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية مية. اللي بيشوفني لأول مرة يا جماعة، أنا اسمي آمنة ودي قناتي وفري تقدري. هتلاقوا فيها إن شاء الله كل حاجة تعجبكم بإذن الله، اقتصادية وسهلة وجميلة. مهم يا جماعة، خلطنا الخليط ده كله. قلت لكم الخليط ده عبارة عن نص كوباية سكر، نص كوباية مية، نص كوباية زيت، بس الزيت يكون ريحته كويسة. ضربتهم كويس قوي قوي، وممكن كنت تستغني عن خطوة الخلاط ديت لو كان السكر معاكي باودر، انما ده علشان سكر عادي فانا ضربتهم في الخلاط. هنزل عليهم بقى بكوبايتين ونص دقيق. لحد كده مفيش اي تكاليف يا جماعة. شايفين سكر والمية والزيت، ونزلت عليهم بالدقيق، كوبايتين ونص دقيق. على فكرة يعني أنا بالنسبة لي أو الدقيق بتاعي ده اللي هو متعدد الاستخدامات، المقادير دي كانت 100 بس كله طبعا بنفس الكوباية. دي الكوباية التانية، ولا ده تقريبا يمكن النص الأخير، ما خدش بالي وأنا بتكلم تقريبا. دي كده حطيت، اللهم صل على سيدنا محمد، كوبايتين ونص من الدقيق. هنا انا مش حاطه بيض ولا حاجه عشان الفانيليا، بس الفانيليا عشان تديله ريحه جميله كده. على فكره ده احلى بكتير من البسكوت اللي بنشتريه من بره. شوف البسكوت اللي بنشتريه من بره بكام؟ معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره، مش هرميه، معلقه صغيره عاديه جدا، علشان احنا مش عايزينه ينفش قوي، احنا عايزينه بس يبقى هش كده وحلو، بس كده، ولا اي حاجه تانية. لو انت بقى عايزه تضيفي انت حره، يعني مثلا لو عايزه تحطي مع اللهم صل على سيدنا محمد، الزيت ده تنقصي منه شويه وتحطي معاه مثلا معلقه سمنه، معلقه زبده. عايزه تعمليه بسمنه، عايزه تعمليه بزبده، انت حره. انما انا بقول لك على اكتر طريقه اقتصاديه وهتطلع لك بسكوت تحفه. بالتاكيد لو حطيتي الزبده هيبقى احلى واحلى واحلى بكتير جدا. انما ده هايل والله العظيم، تحفه، طعمه جميل. دي الطريقة الاقتصادية. عايزة مثلا تضيفي انت مثلا لبن بودر، عايزة تحطي بدل نص المية اللي انا حطيته ده تحطي بداله حليب، انت حر. حاجات كلها ايه، هتبقى مغذية ومفيدة، انما برضو ده زي ما قلتلك تحفة. بس الخليط ده تعجناه مع بعضه كده زي ما انت شايفة، بس ما بنعجنش، بنقلبه بس في بعضه. احنا اتفقنا ان كل البسكوتات والحاجات ديت ما بتتعجنش، بس بنقلبهم في بعضهم كده بحيث انهم ايه، يعني يتدخلوا في بعض. ايدي بقى اللي بعجن بيها طبعا بتبقى ملزقه، انا عجنت شويه بالسباتولا ودلوقتي بعجن بايدي. اما بحب اشوف بقى العجينه، بشوف بايدي النظيفه، اشوفها كده تمام ولا لا، ما لزقتش في ايدي تبقى كده تمام، يبقى انا كده خلاص. كده بقت العجينة 100%. وزي ما قلنا احنا ما بنعجنهاش، احنا بس بنحاول كده ندخل السوائل في الدقيق، بس كده تمام. ايه رأيكم في السهولة بقى؟ سهولة المقادير وسهولة العمايل كمان. بس فرشت بقى المفرش دوت كده، اعمل عليه او تعملي على الرخامة او اي حاجة. مثلا تبقي منضفه الرخامه تعملي عليها، تعملي على كيس من بتوع التلاجة، تفتحيه وتحطي واحد من تحت واحد من فوق وتفردي بالنشابه. عايزه تفردي كده بايديكي زي انا ما بفرد براحتك، عايزه تفردي بالنشابه براحتك. بتعملي سمك خفيف كده اقل من نص سنتي. انا يعني بتبقى سهله معايا، بعملها بايدي كده، ما ببقاش محتاجه يعني النشابه ولا حاجه.
بعمل سمك خفيف كده. هو طبعا لسه هيعلى شويه عشان احنا حاطين بيكنج باودر. بس كده تمام التمام. حاجه جميله وهتعجبكم جدا، جربوها بس وما تكسلوش. معايا بقى القطاعه بتاعتي دي، انا عندي شويه قطاعات كده. لو انت عندك القطاعه جميل، القطاعات دي مش غاليه يعني. لو ما عندكيش قطاعه كوبايه هتعملي بالكوبايه تمام برضو قوي. هتعملي باي حاجه عندك مدوره كده هتبقى زي الفل. بس القطاعه ديت ميزتها كده انها ايه، بتخلي البسكوت شبه البسكوت اللي بنجيبه من بره شويه. وبرضو الكوبايه هتديكي نفس الدوران. وممكن تعمليه مش مدور، ممكن تعمليه بسكينه كده وتعمليه اللي هو المستطيل ده. بناخد بقى العجينه اللي طلعت ديت اللي هي بقيتها، وبعدين هنعملها من اول وجديد تاني. هنفردها، هنسيبها شويه دقيقتين كده ونفردها برضو. على فكره احنا ما بنريحوش ولا حاجه، ده مش محتاج تريح. جبت صاجه كده، والصاجه انا مش دهنها اي حاجه. ونرص بقى فيها وما نرصوش متباعد قوي. احنا حاطين بيكنج باودر قليل يعني مش هينفش زياده عن اللزوم. هو بيعلى بس شويه حاجه بسيطه، لكن ما بينفش قوي، فما فيش داعي ان احنا يعني نسيب مسافات كبيره بين الواحده والتانيه. بس كده. ايه رايكم في البساطه والسهوله؟ نروح بقى نشتريه من بره، الباكو بكذا وكل حاجه بقت غاليه. يعني بقت اوفر في الغلو، يعني مش عارفه يعني هنوصل لحد فين. ربنا يرحمنا برحمته. نجيب بقى بقيه العجينه وهكذا، وكل ما يطلع جزء بنرجع نعمله من اول وجديد تاني. جبت بقى عصايه الشيش طاووق ديت. انت برضو ممكن عصايه الشيش طاووق لو عندك، ما عندكيش بالشوكه. يعني مفيش حاجه بتوقفنا بالشوكه. والشوكه هتعملهولك برضو شكل حلو في منتهى الجمال وبسرعه. يمكن الشوكه كمان اسرع من العصايه، من العصايه اللي انا بعمل بيها دي. ادي الصاج الكبير، وادي صينيه اللي عملت بيها اللي هو بالقطاعه الصغيره زي ما انتم شايفين كده، جميل وطعم وشكله تحفه. وفي صينيه كمان عملتها برضو، بس لسه ما خرمتهاش. بس التخريم ده بس عشان يدينا شكل يشبه اللي هو بتاع بره، ولادك كده يفرحوا بيه. نسويه بقى ونشوفه مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. التسويه بقى بياخدش يعني ما بياخدش ربع ساعه في الفرن. بتكوني مش معليه الفرن قوي عشان خاطر يقرمش. لو انت عايزاه مش مقرمش، يعني عايزاه يستوي بسرعه كده، بتعلي عليه النار بس ما بيبقاش مقرمش قوي. انما لما بتوطي عليه النار بيطلع مقرمش وتحفه وجميل. ايه رايكم في السهوله؟ ايه رايكم في البساطه؟ ايه رايكم في قله التكاليف؟ يلا جربوه ومش هتندموا. حلو جدا، حلو جدا، وهيفرح ولادكم. ويا سلام عليه كده مع كوبايه شاي، حاجه تحفه. ده الصغنطوط الجميل ده، وجنبيه الكبير اهو، حاجه تحفه وحاجه ببلاش كده. يا رب يعجبكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو تاني. تصبحوا على خير.